في البداية لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. فيلمنا النهاردة بيبدأ في معبد في عاصمة نيبال، بيحصل عليها سطو مسلح وبيهجموا على الحارس اللي موجود وبيقطعوا راسه، وبعد كده بيدوروا على كتاب معين وبيسرقوا صفحة معينة فيه، وكان باين إن الصفحة دي فيها رسومات غريبة. بعد كده بيهربوا وفي حد مقنع بيجري وراهم، ومرة واحدة بتحصل حاجات غريبة زي إن هما بينطوا على العمارات والعالم كله بيتشقلب، والشخص المقنع ده بيحاول يوقفهم بس في الآخر مش بيقدر، وبعدها بيهربوا بالصفحة اللي سرقوها. مش عارف صفحة ايه ديت اللي عشان يحصل كل الفيلم الهندي ده. المهم بيروح لدكتور اسمه ستيفن سترينج، واللي بيكون غني جدا لأنه دكتور شاطر. عارف انت المثل اللي بيقولك دكتور ايده تتلف في حرير؟ هو ده بقى الدكتور ستيفن سترينج، وهو اصلا دكتور جراح بيكون بيعمل عملية كبيرة وصعبة قوي، بس بالرغم من انها عملية صعبة بس بنلاقيه عادي، بيكون هادي جدا لدرجة انه بيشغل موسيقى وهو بيعمل العملية. وبعدها بنشوف بالمر حبيبته، وبيلاقوا في حالة كانت واخدة طلق ناري في الراس، وبيلاقي دكتور تاني واخده على المشرحة، بس دكتور ستيفن سترينج بيقوله انه لسه ما ماتش وهيطلع الرصاصة من راسه وهيخليه يعيش تاني، وفعلا بيعمله العملية وبتنجح. وبعد ما بيخلص بيلبس ويتشيك وبيروح ندوة طبية بعربيته الحلوة، وهو في الطريق بيجيله مكالمة وهو بيسوق بتهور. وبعد كده العربية اللي كنت بقول عليها من شوية حلوة بقت حتة عجين تقريبا، حسدتها ولا ايه مش عارف. والدكتور المعجزة بيفوق بيلاقي نفسه في مستشفى وايده رايحة في داهية خالص كلها غرز، وفي جهاز غريب متثبت على ايده، وبعد كده مش هيقدر يتحكم في ايده زي الاول، وعمل عمليات كتير بس في الاخر زي ما هو. وبعد فترة بيلاحظ ان ايده بقت دايما بتترعش وحصل فيها حاجة كده قريبة من الشلل، وبالحال ده يبدأ يخسر وظيفته كدكتور جراح. وبعد كده بيبدأ يشوف ايه علاج لحالته، وبيكلم زميل ليه علشان يساعده في مشكلته، بس للأسف بيتخلى عنه، وفي الوقت ده بيكون متضايق جدا وبيخسر حبيبته بالمر كمان. وفي مرة بيوصل ليه ملف لشخص كان عنده شلل كامل وحالته قريبة جدا من حالته هو كمان، بس الغريب انه رجع عادي جدا زي الأول وبيلعب رياضة ولا كأن في حاجة حصلت. في الوقت ده بيقرر يروح له علشان يعرف عمل ايه علشان يعمل زيه، وفعلا بيروح له ويسأله، وكان رد عليه انه راح في مكان في نيبال اسمه كامرتاج. المكان ده فيه مرشدين روحانيين وقديسة، وهناك قدر ان هم يعالجوه، وانك كمان لازم تروح المكان ده. وفعلا بيروح كامرتاج وبيقعد يدور على المكان ما بيعرفش يوصله، وبيقابل حرامية وبيثبتوه، بس بيجي شخص غريب مرة واحدة بيضربهم وينقذه، وطبعا الشخص ده من كامرتاج وبيكون اسمه مردة. وبعدها بياخده معاه لهناك، وهناك بيقابل واحدة شكلها غريب شويتين وهي دي المعلمة بتاعتهم، وبتكون على علم انه جاي وعارفة اسمه كمان. وبنفهم بعدين ان البت دي اللي كانت مقنعة في اول الفيلم وكانت بتحارب الناس اللي سرقوا الصفحة وهربوا، وبتبدأ تكلمه عن الروح وبتقوله كمان عن السبب اللي مخليه موجود هنا. وطبعا الدكتور مش بيصدقها خالص وبيقول لها انه دكتور كبير وفتح كل حتة في جسم الانسان وفاهم، واستحالة يصدق الكلام ده. ودكتور ستيفن وهو بيتكلم مرة واحدة المعلمة ادت له ضربة جامدة في صدره فصلت بيها الروح عن جسمه، تبدأ تخليه يشوف حاجات غريبة قوي زي انه بيطير شوية وبيطلع الفضاء شوية، وبيحصل استنساخ لعدد كبير، وبيدخل في عين وصوابع ايده بيطلع منها اكتر من ايد تاني. تقريبا المسؤول عن الموشن جرافيك في الفيلم ده خياله جاحد شويتين، وطبعا بيحصل ليه حاجات كده غريبة قوي. بيفكرني بواحد واخد حباية هلوسة، وفي الاخر خالص لما رجعت له تاني طلب منها دكتور سترينج انها تعلمه، بس طبعا بترفض وبتروح رمياه بره كامرتاج، وبيفضل يستنى بره المكان بالساعات دي علشان يفتحوله. وبعدها فعلا بيفتحوله وبيسحبوه لجوه تاني وبيبدأوا يدربوه على السحر اللي بيعملوه هناك، ودكتور سترينج بيبدأ ينسجم معاهم ويتدرب زي الفل، وبيبدأ يقرأ في الكتب بتاعتهم اللي كلها أعوذ بالله سحر. وهناك بيقابل أمين المكتبة واللي بيعرفوا إن في كتب محرمة واللي ما ينفعش حد مبتدئ يقراها، يعني من الآخر لازم توصل لمستوى معين في التدريبات علشان تقدر تقراها. بعدها بنفهم ان اللي هجم على المعبد في اول الفيلم اسمه كاسيريوس، وهنا بنشوف كاسيريوس وفي ناس معاه وهو بيحضر التعويذة اللي سرقها من الكتاب، وبيبدأ يتواصل مع الدرمامو وده كيان كوني بيبدأ يجذبه للأرض ويستمد منه القوة علشان يكون مخلد. وبنروح لدكتور سترينج اللي بيبدأ يتعلم ازاي يفتح بوابة التنقل، ودي بوابة بيقدر من خلالها انه ينتقل من مكان لمكان تاني في نفس اللحظة، بس المشكلة انه مش هيعرف يفتح البوابة دي، وبيقول للمعلمة ان هو مش هيقدر يفتح البوابة علشان ايده بتترعش، بس المعلمة بتقوله لازم تفتحها وبتوريه حد ايده اصلا مقطوعة بيقدر يفتحها قدامه، والراجل شغال الله ينور. وهنا المعلمة بتقول لدكتور سترينج طالما انك مش هتعرف تفتح البوابة يبقى تعالى على جبال ارفست
وبتاخده لهناك فعلا وبتسيبه قدام حل من اتنين، يا اما انه يموت من البرد والتلج او انه ينقذ نفسه. وبيفضل يحاول كتير انه يفتحها بس بيفشل، بس جه في المرة الاخيرة نجح وفتح البوابة ورجع عليهم تاني. وبعدها بيبدأ انه يهتم اكتر بنفسه، وبتبدأ المعلمة انها تعرفه على بعد المرآة، وبتعرفه ان دي عبارة عن بعد بتقدر تعمل فيها اللي انت عايزه، بس مش بتأثر على العالم الطبيعي في حاجة. وهنا الدكتور سترينج بيستغرب قوي وبيبدأ يهتم أكتر بالموضوع. وفي مرة وهو بيقرأ في كتاب من ضمن الكتب اللي سرقها من المكتبة وهو بياكل تفاحة وقاعد مستقنيس، قدر إنه يوصل لحاجة في الكتاب بتتكلم عن عين أجماته، والعين دي بتقدر تسيطر على الزمن، يعني ترجعه أو تقدمه زي ما هو عايز. والعين دي جواها حجر من الأحجار الأزلية الستة وهو حجر الزمن. ومن هنا دكتور سترينج بيقرر إنه يجرب الموضوع، وبيلبس عين أجماته وبيقدر كمان انه يفتحها. ومش بس وكده، ده كمان قدر انه يرجع اللي اتاكل من التفاحة من شوية، وكمان بيقدر انه يرجع الصفحة اللي اتسرقت من الكتاب تاني. وفي الوقت ده بيدخل عليه موردو ومعاه امين المكتبة، واللي بيعنفوه جامد وبيوقفوه يقولوله انه ما ينفعش يعمل كده، لان كده هيدمر نفسه ويدمر الكون ويدمر اي حاجة في طريقه. وفي الوقت ده بنفهم ان كامرتاج او المعبد اللي موجودين فيه ده في منه 3 فروع في العالم، فرع موجود في نيويورك، والتاني في هونج كونج، والتالت في لندن. وعن طريق ال3 فروع دول بيقدروا ان هم يحموا العالم من الكائنات الكونية والصحراء واي حاجة تانية. وطبعا الكائنات الكونية زي درمادو، ودرمادو ده عبارة عن كيان كوني في البعد الظلامي، وده بيبقى مدمر للعوالم وغرايزها. وكاسيريوس بيكون من اتباعه. وهم قاعدين بيتكلموا عن درمادو وكاسيريوس، مرة واحدة لقوا في حد بيهجم عليهم، بيكون هو فعلا كاسيريوس. يا ريتنا كنا جبنا في سيرة ربع جنيه مخروم احسن. وهناك بيدمر معبد لندن، ومش بس وكده، لا ده بيهجم كمان على معبد نيويورك، عايز يدمره هو كمان. وهناك بيحصل منافسة ما بين دكتور سترينج وكاسيريوس، وطبعا كاسيريوس بيكون اقوى وبيفوز عليه، ودكتور سترينج بيفضل يجري منه لحد ما كاسيريوس بيمسكه وبيكسر بيه الازاز. وهنا بتتحرر عباية غريبة شوية وبتروح لدكتور سترينج وبيلبسها وبتساعده انه يقدر يسيطر على كاسيريوس ويربطه. واللي قاله ان المعلمة عايشة كل العمر ده بسبب انها مستمدة قوتها من درمامو. وبعد كده كاسيريوس بيقدر يخدع دكتور سترينج ويضربه بسهم في صدره، ودكتور سترينج بيقدر يهرب ويفتح بوابة بيروح بيها على المستشفى بتاعته، وبيروح لحبيبته بالمر ويخليها تعمل له عملية خطيرة جدا. والجنان بقى هنا اكتر بيبان انه بيطلع الروح بتاعته اللي بيشرح ليها ازاي تعمل له العملية وتفتح فين بالظبط وكده. دكتور جراح بقى وبيكون متابع معاه اول باول، وهنا بيهجم عليه روح حد وبيضربوا في بعض، وفي الاخر بيقدر يفوز. وبعد ما بيخف بيسيب بالمر في المستشفى وبيرجع تاني للمعبد، وهناك بنشوف ان فيه هجوم تاني بيحصل وخلاص كان هيدمر المعبد. وقبل ما يدمر المعبد بيقدر يدخل في بعض المرآة علشان ما يأثروش على العالم الحقيقي في حاجة. وهنا بيحصل اكشن كتير وضرب كتير وعوالم بتتشقلب وعربيات بتتخبط في بعض وليلة كبيرة سعادتك. وفي الوقت ده المعلمة بتيجي وبتبدأ تحاربهم، لكن بيقدروا يموتوها، ودكتور سترينج بيلحقها على طول وبيروح بيها على المستشفى بتاعته تاني، وكان بيجهز نفسه علشان يعمل لها العملية. وفي الوقت ده بتطلع روحها بتفضل تكلمه وتقوله انه هيكون ساحر عظيم وده يومه، ولازم انه يخالف قوانين الطبيعة علشان يقدر يفوز على درمامو، وانها خلاص انطفت وبتسيبه وتمشي، وده معناه طبعا انها بتموت. وبكده مش بيكون فاضل غير معبد واحد بس لسه ما اتدمرش، وهو معبد هونج كونج. ولو قدر درمامو هيجي وقتها يقدر ياكل العالم كله. وهنا بنشوف دكتور سترينج ومعاه موردو بيروح علشان يلحقوه قبل ما يدمروا، بس بيلاقوا انه خلاص اتدمر. وهنا بيبدأ درمامو ان هو يهاجم العالم، وفي الوقت ده دكتور سترينج بيظهر لدرمامو وبيعمل لعبة حلوة معاه واللي بيدخله في حلقة زمنية، وده معناه ان الاحداث بترجع تتعاد تاني في نفس النقطة، حاجة كده زي احمد حلمي في فيلم الف مبروك. يعني من الاخر الحاجة اللي بتحصل بترجع كل شوية تتكرر تاني وهكذا. بيدخل دكتور سترينج على درمامو اللي بيقتل دكتور سترينج، وبعدها بيرجع تاني ويقتله درمامو ويرجع تالت ويقتله درمامو ويرجع رابع لحد ما درمامو زهق. وفي الوقت ده دكتور سترينج بدأ يساوم درمامو ويقول له عايزني اخرجك من الدايرة الزمنية دي، يبقى لازم تبعد عن الارض خالص وتاخد كل المقاطيع اللي معاك واوعى تيجي هنا تاني. ودرمامو وقتها مش بيكون قدامه اي حل تاني غير انه يمشي، وبياخد كل اللي معاه وهو ماشي. وبكده دكتور سترينج بيقدر ينقذ الارض، وموردو بيختلف مع دكتور سترينج في الاخر وسابه ومشى. وبنشوف دكتور سترينج في المشهد الاخير قاعد مع ثور، وهنا ثور بيشرب من الكاس وبيكسره وبيقول له واحد تاني
وفعلا بيديله تاني. وبنفهم بعدين ان لوكي هو كمان ليه علاقة بالموضوع، وان لوكي وثور في نيويورك. وبنروح للمشهد الاخير وبنشوف مرضى اللي بيروح للراجل اللي كان عنده شلل تام وخف، وبياخد منه كل القوة اللي كانت مخليه يقدر يمشي تاني، وبيسيبه مرمي على الارض. وبكنا بدكتور سترينج في عالم تاني، في مكان في الفضاء ما بين الأكوان، وبيكون معاه بنت كده عندها قوة خارقة، وبيكونوا بيهربوا من وحش بيجري وراهم، وبيبقوا مش عارفين يهزموه لحد لما بيلاقوا كتاب في شانتي، وده كتاب سحر. ولما بيحاولوا يوصلوا له بيعترض لهم الوحش وبيضرب سترينج في رجله، ولما بيقدروش عليه بيحاول ان هو يسحب من البنت قوتها، لكن الوحش بيقتله. ولما بتحاول امريكا تهرب بيمسكها الوحش، لكنها لما بتخاف بتفتح بوابة لبعض تاني وبتاخد سترينج معاها وبتهرب. وبيصحى دكتور سترينج من الحلم وبيجهز نفسه وبيروح فرح كريستين حبيبته اللي كان قال لها قبل كده يبعدوا عن بعض، وبيشوفها وهي بترقص مع عريسها وبيبقى زعلان. ولما بيروح يشرب مشروب بتروح له تقف تتكلم معاه وبيعتذر لها عن قراره في البعد عنها، ولكن هي بتقوله ان ده ما زعلهاش. وبعد ما بيخلصوا كلام بيكون في وحش بيجري ورا البنت اللي شافها في حلمه، فبيغير لبسه بالسحر بسرعة وبيلبس العباية بتاعته وبيطير له وبيبدأ يحاربه، وبشوية سحر وبتاع بيقوم مقسم الأتوبيس اللي ماسكه الوحش، وبتقع أمريكا منه وبتلحقها العباية السحرية. ولما بيشوفها سترينج بيفتكر الحلم وبيسرح وبيضربه الوحش، وبيبقى بيجري ورا أمريكا وتبقى مش عارفة تهرب منه لحد لما بيظهر وانج وده صاحب سترينج وبيضرب الوحش وبيلحقها، بس الوحش بيمسكه ويجري ورا أمريكا، لكن العباية السحرية بتنقذها، بس الوحش بيحدف عليهم موتوسيكل وبيسيب العباية. وفي الوقت ده بيكون سترينج فاق من الضربة وبيحرر وانغ وبيروحوا للوحش يحاربوه ويمنعوه عن أمريكا، لحد لما بتغطي العباية السحرية عين الوحش، وبيكون سترينج خلع عمود نور وضرب الوحش في عينه خلعها بيه، وبيموت الوحش لأنه أصلا عبارة عن عين في جسم أخطبوط. وبيروح لأمريكا ويسألها هي مين وليه كانت في حلمه امبارح، وهي بتحاول تهرب منه لكنه بيمسكها وبتقوله إن ده ما كانش حلم وده كان انت بس في كون تاني، وبتقعد تشرح لهم عن الأكوان المتعددة وبتقول لهم إن الحلم ما بيبقاش وهم، لا ده بيكون انت بس في كون تاني بتنفذ الحاجة اللي انت حلمت بيها. فبيطلب منها دليل، فبتاخده المكان جثته اللي جت معاه من الكون التاني ساعة لما كانوا بيحاربوا الوحش في أول مشهد، وبتقوله إن الوسيلة الوحيدة لهزيمة الوحش هو كتاب في شانتي، وهو بيبقى مفكره أسطورة، بس هي بتقوله إن هو موجود، وبيطلبوا منها تيجي معاهم الكامرتاج لأن ده مكان موجود فيه سحرة كتير علشان يحموها، بس هي ما بتبقاش واثقة فيه لأن نسخته التانية حاولت تاخد قوتها، بس هو بيقولها ما عندكيش حل تاني. وبيدفن جثته وبيسأله وانغ عن الوحش اللي حاربه في حلمه، ده كان عليه نفس علامات الاخطبوط اللي قتلناه، فبيقول له سترينج دي علامات شعوذة ومحدش اتعامل معاها قبل كده غير واندا. فبيقرر سترينج يروح لها، ولما بيروح لها بتكون في حديقة كلها شجر تفاح، وبتقول له انها بطلت سحر وبيطلب مساعدتها في حوار الاكوان المتعددة ده، وبيحكي لها عن اللي حصل معاهم وان هم مخبيين امريكا في الكامرتاج، فبتقول له ليه ما جبتهاش هنا. وبعدين بيلاحظ ان هو ما قالهاش اسمها، وبتكون تعويذتها اللي مخبيه بيها الحقيقه عنه اتكشفت، وبتكشف الدنيا وبتطلع هي الوحش، وانها استخدمت كتاب دراكورد للسحر، وان الكتاب ده بيسيطر على اللي يستخدمه، وبيسألها بتعمل كده ليه، فبتقوله انها عايزة تسيب الكون ده وتروح كون تاني يكون فيه ليها اطفالها اللي كانت بتحلم بيهم، وده معناه انها عندها اطفال في كون تاني. وبيرفض سترينج ده، بيقولها ان ده اختراق لقوانين الطبيعة، وهي بترفض تسمع له، وبتقوله يجيب امريكا ومحدش هيتأذى، وان لو ما جابهاش هتروح هي بشخصية الساحرة الحمراء اللي ادالها الكتاب وتجيبها وتمشي. وبيروح سترينج للكامرتاج وبيعرف وانغ ان واندا هي الوحش وانها عرفت ان امريكا هنا، وبيبقوا خايفين من قوتها وبيستعدوا لهجومها. وبتوصل واندا وبيحاول يمنعها سترينج ويفهمها انها غلطت، لكنها بتهجم عليه وبيحميه السحرة بدرع، بس هي بتسيطر على عقولهم واحد ورا التاني وبينهار الدرع وبتدمرهم، وبيهرب سترينج ووانغ وامريكا، وبتروح واندا وراهم وبيتوهها سترينج في عالم المرآة، بس هي بتستخدم انعكاس المرآة وبتستغلها ضدهم وبتخرج لهم وبتضرب سترينج ووانغ وبتحاول تاخد قوة أمريكا، لكن لما أمريكا بتخاف بتفتح بوابة للأبعاد وبياخدها سترينج ويدخلوا البوابة وبيعدوا على كذا بعد لدرجة إن هما بيبقوا دهان في بعض من الأبعاد، وبيوصلوا لبعض تاني وبيطلب من أمريكا ترجعهم، بس هي ما بتعرفش تتحكم في قوتها
وبيحاولوا يوصلوا نسخته في الكون ده علشان يوصلوا الكتاب في شانتي. وهم ماشيين بيعدوا على جهاز بيعرض ذكرياتهم قدامهم، وبيعرف ان اول مرة امريكا استخدمت قوتها بعتت امها في كون تاني ومش عارفة ازاي وفين، وبتبقى مفكرة انها قتلتهم. وبيمشوا كمان فبيلاقوا تمثال لذكرى موت سترينج، وبيعرفوا ان هو ميت في الكون ده. وبيظهر له صاحبه قدام التمثال وبيستضيفهم وبيعزمهم على شاي، وبيحكي لهم عن كتاب في شانتي ودراكولد وان هم عكس بعض، ولكنهم بيكتشفوا ان هو خدرهم بالشاي ده. وبيقول لسترينج ان هو اخطر على كونهم من واندا نفسها، وبتكون واندا في الوقت ده بتسافر لشخصيتها التانية اللي في كون تاني مع الاطفال، وبتحاول تتحكم فيها وتعيش بدلها. لكن واحدة من اتباع وانج بتظهر وهو متعلق ومربوط وتحرق الكتاب، وبتتحرق هي كمان. فبتفصل واندا عن الكون التاني وبتضرب في وانغ وبتسأله عن تعويذات الكتاب، ولما مش بيبقى راضي يقول لها بتهدده انها تقتل اتباعه. فبيقول ان هو مش حافظها وانها محفورة على جبل وان محدش راح الرحلة دي ورجع عايش. وبنروح لسترينج وبيكون محبوس في قفص هو وامريكا بعد ما اتخدر، وبتكون كريستين بتاعت العالم ده هي اللي مشرفة على الابحاث اللي هتتم عليهم. وبيجي لهم صاحبه وبياخدهم للجماعة بتوعه اللي اسمهم المتنورون، وبيناقشوا هيعملوا معاه ايه. وبيلاقي الجماعة دي مكونة من كابتن امريكا وكابتن مارفل وبلاغارد والترين وتشارلت بتاع الفانتاستيك فور، وبيكون القائد بتاعهم البروفيسور بتاع اكس مان. وبيحكوا له ان سترينج بتاع كونهم اتسبب في دمار كون تاني واستخدم دراكهورت ودمر الدنيا، علشان كده قتلوه. وهو اعترف بغلطته واستسلم لهم، وبيقطعهم هجوم واندا اللي بتكون راحت الجبل ولقت التعويذة واكتشفت انها ملكة للمكان، والحراس كانوا مستنيينها. وبتهاجم وانج وتضربه لان هو ما كانش راضي عن اللي هي هتعمله، وبتبدأ تسافر للكون التاني وبتسيطر على عقل بديلتها اللي في الكون التاني وبتهجم عليهم، وبيسيبوه مع البروفيسور وصاحبه وبيروحوا يحاربوا واندا. ولكن واندا بتقضي عليهم بسهولة، واللي بيقاوم معاه شوية تبقى كابتن مارفل بس بتموت برضه. وبتوصل لأمريكا لكن البروفيسور بيتدخل لعقلها وبيحاول يمنعها لكنها بتقتله. وبيكون في الوقت ده سترينج بيتقاتل مع صاحبه، وبينجح سترينج ان هو يهرب منه، وبيروح لكريستين وأمريكا وبيحاول يهربهم من واندا، لكن واندا ما بتسيبهمش. وبيوصل لأوضة فراغ الأكوان اللي فيها كتاب في تانشي بس بيبقى مش عارف يفتحها لحد ما كريستين بتديله الساعة بتاعته وهي اللي بتفتح الباب، وبيدخل وهم معاه. ولما بياخد الكتاب بتدخل واندا وتمسك أمريكا وتهاجمه، وبيولع الكتاب وبتتحكم في أمريكا، وبتبعت كريستين وسترينجر كون تاني عن طريق بوابة الأبعاد، وبتاخد أمريكا وبترجع الجبل علشان تكمل اللي كانت بتعمله. وبيكون سترينج وكريستين في كون بيتدمر لأنه اتصادم مع كون تاني، وبيحاولوا يوصلوا للمكان اللي هو ساكن فيه اللي اسمه قدس الأقداس علشان يوصلوا لنسخته بتاعة الكون ده علشان يساعدهم. وبيوصل لنسخته وبيطلب منه يساعده يرجع لكونه، لكنه بيلاقيه استخدم دراكولد والكتاب سيطر عليه. وبيطلب منه سترينج ان هو يديله الكتاب علشان يعرف يرجع كونه، لكنه بيحكي له قصته البائسة وفشله، وبيقول له ان هو مش هيديله الكتاب الا لو اداله كريستين بتاعت كونه. فبيتريق سترينج ويقول له وماله، بس هي مش هتوافق للاسف. وبيحاربوا بعض بالموسيقى وحاجات غريبة كده، وبتبقى نسخته اقوى منه بسبب كتاب دراكولد، لكنه بينجح ان هو ياخد الكتاب بعد ما بيقع من نسخته وبيهزمه، وبتقع نسخته على الحديد اللي على البوابة وبيموت. وبيكون في الوقت ده واندا بتسيطر على أمريكا وعلى نسخته وبتاخد مكان نسختها في الكون التاني. فبيحاول يستخدم الكتاب وبيسافر لها عن طريق جثته اللي دفنها في كونه لانه لازم له جسم ينتقل فيه، وبيطلب من كريستين تحميه من هجوم الارواح اللي بيحصل عليه. ولما بيقرا التعويذه بينتقل لجسم الجثه وبينتقل يروح الجبل، وهناك بتهاجمه ارواح شريره نتيجه ان هو استخدم الكتاب وبيبقى هيموت. ولكن كريستين بتنقذه وبيطلع لها الارواح وبيبقوا هيقتلوها، لكنها بتلاقي سحر سحري وبتحرقهم. وبتفكر سترينج ان هو حلو بالفنون الروحانيه وبتطلب منه يستخدمها ويسيطر على الارواح ديت. فبيفوق ويسيطر على الارواح ويتحكم فيهم وبيطير بيهم لحد الجبل، وبتبقى الوحوش مستنيه لحد لما بيظهر وانغ وبيقتل واحد فيهم وبيبقوا هيموتوه لحد لما بينقذوا سترينج. وبتشوفوا واندا وبتهجم عليه، ولكن بيخلي الارواح تهجم عليها، وبيحاول وانغ معاه يكتفها لكنه ما بيقدرش. فبيقول له وانغ مفيش حل غير انك تستحوذ على قدرات امريكا. فبيحرر امريكا وبتقول له جاي تاخد قدراتي. قبل ما هي تعمل كده عادي مفيش مشكله، لكنه بيعترض وبيقول لها لا ثقي في نفسك وهتقدري
تتحكمي في قدراتك انتي، زي كل مرة كنت بتفتحي بوابة بتودينا في المكان اللي محتاجينه، وفي الوقت ده بتتحرر واندا وبتهجم عليهم وبتقضي على جثة سترينج، فبتهجم عليها امريكا وبتضرب فيها، لكنها بتبقى عارفة انها مش هتعرف تهزمها، فبتوديها الكون اللي فيها اطفالها، ولما بيشوفوها بيخافوا ويفكروها ساحرة وبيهربوا ويروحوا لامهم، فبتضرب امهم فبيخافوا على امهم وبيحدفوها وبيبقوا مرعوبين منها، فبتعرف انها اتحولت لوحش وبتروح لها نسختها وبتقول لها اتاكدي انها اهتم بيهم، وفي الوقت ده بتاخدها امريكا وترجع لعالمهم تاني، وبتكون واندا عاوزة تكفر عن غلطتها، بتحاول تنهي دراكولد بانها تحطم الجبل وهي فيه علشان ما يغويش حد تاني، وبتهرب امريكا ووانغ وبيروحوا لسترينج وكريستين، وبيكون فاق سترينج وبيطمن على كريستين وبيبص جنبه بيلاقي كتاب دراكولد اللي كان معاه اتحرق، فبيعرف ان واندا دمرته في كل الابعاد، وبتسأل الكون بتاعه فبيقول لها حلو يا ريتك تيجي معايا، فبتقول له نفسي بس انت عارف ما ينفعش لان ده ممكن يعمل تصادم للكونين، وبيعتذر لها عن خوفه عليها اللي بعدهم عن بعض، وبنروح لكامرتاج وبتكون رجعت زي ما كانت تتعلم امريكا معاهم السحر، وبتفكره بنفسه اول ما اتعلم، وبيرجع لبيته وبيصلح الساعة اللي كريستين جايبها له، وبيخرج الشارع، ولما بيخرج بيطلع له عينه التالتة في راسه، وبتجيله ساحرة وبتطلب منه مساعدة لان في كونين اتصادموا مع بعض، فبيروح معاها، وبكده يكون خلص فيلمنا. اتمنى الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش بلايك وشير للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، تابع صفحة الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناة اسرع فيلم، منتظر رأيكم في التعليقات. مع السلامة.